برشلونة مصر على ضم حمزة عبد الكريم لو حصل ايه، لدرجة انهم قالوا لو هنبعت له طيارة خاصة عشان نخلصه من النادي الاهلي نبعت له. لاعب قيمته فيه موهوب وقوي، ولازم نفضل ورا إدارة النادي الاهلي عشان نضمه بأي شكل من الاشكال. فيا ترى ايه اخر عرض اتقدم بيه نادي برشلونة، وايه هي شروط الاهلي النهائية عشان يوافقوا على انتقاله؟ يلا بينا نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على كورة زون. حمزة عبد الكريم زي ما تقول بالبلدي كده قفلت معاه، هو عايز ينضم خلاص لنادي برشلونة. مش كل يوم بتيجي الفرصة دي، وعشان كده اللاعب بيضغط بكل الأشكال. لكن النادي الأهلي بيمتلك عقده لمدة 5 سنين تقريبا قدام، ودي حاجة من الحاجات اللي مخلية حمزة عبد الكريم يفكر بهدوء تماما قبل ما ياخد أي خطوة. عرض برشلونة الأخير كان بيتضمن إعارة مجانية لمدة 6 شهور لحد يونيو اللي جاي، مع خيار شراء بقيمة 4 مليون يورو. العرض ب4 مليون مقسم لمليون يورو ثابت و3 ملايين مرتبطة بأداء اللاعب وحوافز تانية. طبعا العرض ده الأهلي رفضه، لأن الأهلي أصلا رافض رحيل حمزة عبد الكريم بشكل مجاني. الاهلي موافق على مبدا اعارته وما عندوش اي مشكله ومش هيقف قدام اللاعب، لكن ما تجيش تقول لي اعاره مجانيه على لاعب انت مصر على ضمه. برشلونه لو مش عارف ان هو هيكسب من ورا حمزه عبد الكريم كتير جدا جدا جدا، مش هيفضل مصر لحد النهارده انه يضمه. زي ما قلنا الاهلي موافق على مبدا الاعاره خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه حط شوية شروط عشان حمزة عبد الكريم يروح للنادي الكتالوني. الشرط هو وضع بند إلزامية الشراء في حالة مشاركة اللاعب بنسبة معينة أو تألقه مع الفريق الكتالوني. برشلونة واخده 6 شهور على سبيل الاختبار، لكن الأهلي عايز يحط بند إلزامية الشراء مش الاختبار تماما، الى جانب ان الاهلي عايز يستفيد بمبلغ مالي معين عشان حمزه ما يبقاش مشي بشكل مجاني، يعني يستفيد في اول الصفقه بمبلغ في الاعاره ويستفيد في اخر الصفقه. وده اللي يمكن مسؤولين النادي الكتالوني رافضينه. تعرف بقى ان هانز فليك طلب حمزة عبد الكريم وقالوا انه هيبقى واحد من افضل واهم المواهب خلال الفتره اللي جايه في قاره افريقيا. من ضمامه لنادي برشلونه هيبقى مكسب كبير جدا 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 للنادي الكتالوني، لكن بشرط ان هو يبقى عنده الرغبه والنادي الاهلي يتساهل في بعض الحاجات لضمه. الموضوع في طريقه للحل، وحمزه كمان بيضغط ومعامل اللي عليه وزياده عشان الحلم ده. تفتكر بقى ان حمزة عبد الكريم هينتقل فعلا لنادي برشلونة ويبقى اول لاعب مصري في التاريخ يلعب في واحد من العملاقين الاسبانيين، ولا الموضوع هيبقى صعب وهينتهي بسبب شروط الاهلي اللي مش عاجبه لحد دلوقتي برشلونة؟ قول لنا رأيك في التعليقات.